بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، بحييكم في قناتي أكلات وتدابير أم عبد الرحمن. وفي مطبخي المتواضع راح نعمل معك وصفة رائعة جدا، وهي البروكلي بالخضار مع الدجاج. وصفة رائعة جدا جدا. يلا مع بعض نشوف المقادير. لكن حبذا قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تدعموا لي الفيديو باللايك، وتشتركوا بالقناة لو متابعة جديدة، فعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. نبتدي بسم الله على بركة الله. برحب فيكم مجددا في هاي الوصفة الرائعة جدا ذات المذاق الرهيب جدا، اللي هي البروكلي بالخضار والدجاج. يعني وصفة كتير طيبة وكتير شهية. نبتدي أول إشي معنا هنا البروكلي. معلش أنا البروكلي هنا كان يعني قاعد أكل 4-5 أيام بالثلاجة، كنت ناسية تماما، فقلت بدي أصور معاكم هذا الفيديو لنستفيد منه. أول إشي بجيب حوالي 700 جرام من البروكلي تقريبا. معايا هنا الخضار، جزر، كوسة أول شيء، كزبرة، فلفل، شطة وثوم. ومعايا كمان هنا البهارات فقط: الملح، الفلفل الأسود والكمون. ما بضيف أي بهارات وانتو حرة طبعا. معنا مكعب زبدة، ومعايا هنا قطعة من دجاج طبعا هي الصدر، ومعايا هنا زيت زيتون. بداية بأخذ البروكلي، شايفين هذا الجزء الخلفي من البروكلي، بحاول أتخلص منه، أقطعه وأخذ البروكلي إلى زهرات صغيرة، أقطعها كما ما واضح في الصورة. طبعا هذا الجزء الخلفي هذا أنا ما بتخلص منه، ما برميه، بالعكس بنظفه وبقشره وباخذ أغصان اللي فيه، لأنها كثير فيها فوائد رائعة جدا جدا. توصوا فيها وما ترموها خالص. بقطع كل الكمية اللي معي، وزي ما انتم شايفين يعني أعطت كمية كتير كبيرة. يعني 250 جرام من البروكلي بتكفي لوجبة ل3-4 أنفار أو أشخاص. طبعا كل قطعة تكون كبيرة أنا راح أفصلها أو أقسمها إلى أجزاء صغيرة. بهاي الأثناء اللي أنا بقطع فيها البروكلي، أنا حاطة مية على النار، وضيفة إلها ملعقتين كبار أو ملعقة كبيرة من الملح. أول ما تغلي معي المي راح أنزل بالبروكلي وأسلقها، يعني يدوبك تاخد دقيقتين فقط في السلق، لحتى البروكلي ما تفقد خصائصها ومميزاتها والبروتينات والفيتامينات وكل العناصر الغذائية المتواجدة بقلبها. طيب هنا أنا بعد ما وضعت البروكلي بالمية اللي بتغلي، أكيد راح تبرد لها شوي، وأول ما تبلش تغلي بحسب لها لدقيقتين، وبعد ثم أرفع البروكلي أنشلها من المي زي ما أنتم شايفين بقلب الفيديو. وفي مقلاة غير قابلة للصق بضيف مكعب من الزبدة، وبنزل بزهرات من البروكلي، بقلبهم على الزبدة لحتى تاخد طعم الزبدة وتتلون. بغطيها لحتى تاخد تشويحة بسيطة وتاخد يعني تقريبا شوية من الاستواء. ثم بأطلعها من المقلاة، بضيف كمية من زيت الزيتون، تمام، وبنزل بملعقة كبيرة من الثوم المهروس. ثم بنزل بالدجاج، بقلبه شوي لحتى ياخد نكهة الثوم. بضيف الكوساية والجزر والفلفل الحار، الشطة. طبعا الكوساية حبتها كثير صغيرة هي، لكن بالكاميرا بتبين كبيرة. بتستوي على طول طبعا، وبقفل عليها وبخليها تتشوح الخضار مع الدجاج لياخدوا طعمة بعض. هلا انا غيرت المقلة لانه صغير، ضفته في الكسرولة هاي الخضار اللي معي، بقلبها كتير منيح لحتى تاخد تقريبا 3/4 الاستواء. وبضيف عليها زهرات البروكلي، بقلبهم مع بعض. ثم بضيف كزبرة خضراء، وبقلب هاي الخضار كلها مع بعض كتير منيح. ثم بنزل بالملح والفلفل الأسود والكمون، بقلب كمان. ما شاء الله الرائحة كانت كتير كتير طيبة. بنزل بقليل من الماء الساخن، وبغطيها لهي الخضار مع الدجاج لتستوي تماما. وبهيك زي ما انتم شايفين استوت الدجاج مع البروكلي مع الخضار. بنقدمها في طبق التقديم وراح نتذوقها معاكم. للأمانة طعمتها كتير كتير طيبة وكتير لذيذة. أنصحكم إنكم تجربوها لحتى تتمتعوا بالمذاق الرهيب
العناصر الغذائية الرهيبة المتواجدة في البروكلي للأمانة، يعني طبق شهي، طبق لذيذ، كمان طبق صحي جدا جدا. يعني عناصر غذائية في البروكلي يعني لا تعد ولا تحصى، بروتينات وفيتامينات، طبق بشهي للأمانة. أتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. بتمنى أنكم تجربوا هاي الطبق اللذيذ وتحكوا لي عن رأيكم في كومنت. ما تحرمونا من آرائكم الجميلة الطيبة، وما تحرمونا كمان من اللايك للفيديو. وإذا كنت متابعة جديدة للقناة ياريت تشتركي وتضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد من عندي من طرفي. أتمنى تكون طبق اليوم يعني نال رضاكم واستحسانكم وإعجابكم. أستودعكم الله وإلى اللقاء. سلام.